انا هدور على الجنيه بقى. حلو والله العظيم ده ما كان مترتب له، ما كانش مترتب له. لا ماشي، مردودالك مردودالك بس مردودالك خلاص. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا نشوف البطيخه الجميله الكبيره الحلوه دي. ابو جمال دخل علينا النهارده بالبطيخه المعتبره دي. هي تقريبا كانت تعدي ايه، تعدي 12 كيلو، والله الكاميرا ظلماها، لكن هي كبيره. تعالوا بقى، بما ان جاب لي بطيخه بالحجم ده، تعالوا هنعمل بيها تحدي، ويبقى اول تحدي لينا في القناه. هسيبكم دلوقتي هنقطع في البطيخه ونرجع نعمل التحدي ونشوف بين مين ومين. يلا بينا. يلا يا جماعه، بعد ما قطعنا طبعا ايه طبقين بطيخ بالمنظر ده، انا طبعا مش هقطع البطيخه كلها تبقى كتير عليهم وهيتعبوا منها. قطعت كل واحد فيهم طبق. التحدي هيبقى بالوقت. بصوا كده، انا ظبطه لهم على 5 دقايق بالظبط. هو انتوا كمان بتقيسوا؟ ده بيقيسوا. اللي هيخلص قبل التاني طبعا هو الكسبان. الخسران هيبقى له عقاب حلو، بس هيبقى في اخر الفيديو. وهم بقى اثناء ما هم بياكلوا، انا هقول لكم على معلومه مهمه للبطيخ. هقول لكم على 7 فوائد للبطيخ و3 اضرار للبطيخ. يلا نسمي الله كده ونبتدي. مستعدين؟ يلا. مستعدين؟ توكلنا على الله. يلا بصوا قدامكم اهو. يلا ابتدينا. بسم الله الرحمن الرحيم. هديك 10 جنيه. ما فيش هبطل. يلا بصوا يا جماعه، تعالوا اقول لكم على فوائد البطيخ وهم بياكلوا كده ومحتاسين. ماشي. 1 المساعده في علاج ضغط الدم المرتفع. 2 الحمايه من الجفاف. 3 المساعده على عمليه هضم الطعام. 4 تخفيف الام العظام او العضلات، معلش العضلات بعد التمرين. 5 الوقايه من مرض السرطان. 6 مضاد للالتهاب ومضاد للأكسدة. والله فوائده حلوة اهو. 7 مفيد لصحة الجلد. مفيد لصحة الجلد عشان طبعا نسبة المية فيه عالية. تعالوا اقول لكم ايه تاني. لا. اضراره بقى غير اضراره غير مفضل لمرضى السكر. تمام. بيعمل غازات وانتفاخات واسهال. طبعا هم الله يكون في عونهم بعد ما يخلصوا اكل، هيباتوا في الحمام النهارده. تالت حاجه، في بعض الناس اللي البطيخ بيسبب لهم حساسيه في الجلد، وبيسبب لهم الهرش الزايد وكده. انا النهارده بقى قلت لكم برده معلومات عن البطيخ وايه واضراره. يلا لسه معلومات واضراره. فوائد واضراره. نعم. عايز ايه؟ عايز منديل؟ عيني. شكله هيكسبك يا محمد. يلا. طبعا. محمد يا جماعه بياكل البطيخ بالبذر عشان يكسب. 30 جنيه والله هديك. بصوا بيرشيه مع الكلام ده بلاها بتتكلم. مجاري ده. ركز ما تتكلمش. هتخسر لو قمت، هتخسر كما كنت. انا مش عارفه، حاسه اتضايق ما بتعديش.
قد ايه؟ لا 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 خلاص، هانت هانت هانت. يا مسهل، فاضل دقيقة ونص. البيضة عامل 60 جنيه. شو ده؟ هي بصوا هيذلنا بتمن البطيخة. هنوقف قبل العداد ولا؟ لا. اللي مش قادر وعايز ينسحب ينسحب عادي وهيتعاقب برضه. يا ابوك يا محمد. شوف البذر ولا؟ بياكلوا ببذره اه. على فكرة احنا في اخر دقيقة ها؟ نعم. اسيب لهم نص دقيقة من عندي ولا يا جماعة؟ لو مش قادر انسحب. يعني هو خلاص قرب يكسبك اصلا كده كده. تعالى اسيب لك بطيخ على فكرة. انت عارف كده كده ماليش فيه قد كده. نص البطيخة جوه تلاقيه. لا ما انت عارف بالله عليك انا ليا في اكل البطيخ اصلا. يعني لو كلت حته واحده يبقى حلو قوي. يا محمد انت ساعتها بتاكل بايدك، جاي في الاخر تمسك الشوكه يا حبيبي. شوف البذر. طب شيل البذر، وانت كلت البذر كله يا بابا. محمد قرب ايه يخلص يا جماعه، خلاص فاضل ثواني بسيطه. ايه على فكره احنا كده خلاص خلصنا. اقف 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 اقف. هما طبعا الاثنين خلاص ايه خسروا ماشي، بس محمد يكسب. ليه بقى؟ فاضل عنده حتتين وحتتين صغيرين، ابوه فاضل 4، فمحمد اللي يكسب. هنلم بقى ده كله وتعالوا نشوف العقاب. طب ايه؟ بصوا يا جماعه العقاب دقيق، وهحط الجنيه جوه الدقيق بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. هو المفروض بقى كان مش عارف ايه مكانه فين، والمطلوب منه ان هو هيطلع. هو طبعا مش شايف دلوقتي انا حطيته فين حته. المفروض ايه يطلع لنا الجنيه ببقه وايده ورا ظهره. يلا بينا على العقاب. يلا نروح فوق اهو. حط الجنيه فين؟ دور. يلا انا ادور على الجنيه بقى. اه حلو والله العظيم ده ما كان مترتب له، ما كانش مترتب له. لا ماشي مرضولك 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 بس مرضولك خلاص. بصوا يا جماعه طبعا شفتوا اللي انتوا شفتوه ده، والله ما كان مترتب له خالص ماشي. هو كان الاتفاق اتفقت انا التحدي ومحمد عليك، واللي هيخسر ليه عقاب، وانا اللي كنت مرتبه العقاب. وهو عمال يقول لي تعالي امسكي لي الطبق. انا مستغربه برضه ليه مصر ان امسك له الطبق وتعالي اقعدي قدامي هنا اهو. غالك تخش جوه تجيب الحاجه وقلت لحمد علي 1 2 3 ما صدق بقى انا امسك شفتوا؟ التليفون واصور. لا بصوا بقى يا جماعه الفيديو ده لازم بقى شير ليه كتير ولايكات ليه كتير على اللي حصل فيا ده. عشان دي المقلب أحسن انا من اللي كده. اتمقلبت كده. يلا سلام يلا باي. كده نشوفكم في مقلب جديد ان شاء الله. سلام.